دايما بنسمع الفترة دي عن الفينير كأحد وأهم الحلول التجميلية، بس يا ترى هو الحل الوحيد؟ ويا ترى هو مناسب لكل الناس وكل المشاكل؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. الفينير هو حل سحري لمشاكل الابتسامة اللي بتقابل ناس كتير، بيقدر يحل لي عدد من المشاكل زي الاعوجاجات البسيطة في الأسنان. أما بالنسبة للأنواع بتاعة الفينير فأنا عندي البورسلين أو الإي ماكس، والنوع التاني اللي هو الراتنج. البورسلين أو الإي ماكس ميزته إن هو له شفافية عالية، يضاهي أو يبقى قريب نسبيا من الشفافية بتاعة الأسنان اللي ربنا خلقنا بيها. أما الراتنج فده بيبقى نوع من الحشوات يطابق لون السنان بس يفتقد نسبيا للشكل الناتشرال او الشفافيه العاليه اللي موجوده في الاي ماكس. يا ترى الفينير يقدر ان هو يعالج لي مشكله التسوس؟ اي نوع من انواع التركيبات عشان تتعمل في الاسنان لازم الاسنان يتم معالجتها في حاله اذا كانت محتاجه، وبعد كده اعمل الفينير او اعمل التركيبات. اي حد بيجي العياده انا عاوز اعمل فينير، الموضوع ده مناسب ليه ولا لا؟ للامانه الطبيه في بعض الناس بتبقى اسنانهم مظبوطه جدا، جماليا هي كويسه، رصتها كويسه، شكلها جميل ومظبوط، كل اللي بتبقى محتاجاه تبييض. فواجب عليا كدكتور ان انا افهم المريض اذا كان الفينير هيبقى مناسب له في الجزئيه دي ولا لا.